بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام، سلسلة أحاديث حول الغش الصناعي. اليوم حديثنا وإياكم الغش في الأكل وخصوصا في اللحوم، وهاي يوميا نتعرض إلها، وهاي المسألة خطيرة وبيها مردودات سلبية وصحية ونفسية وأخلاقية على المجتمع بصورة عامة. أريد أبين بعض النقاط، ولعلنا في هذه الدقائق القليلة نستفاد الشيء سوية. أولا، الأكل في بيوت المسلمين عند المسلمين الحقيقيين ماكو إشكال بيه، جائز، يعني حلال، إلا في مسألة اللحوم. اللحوم دائما لا تؤكل، فيها إشكال، سميها شبهة، سميها حرام، إلا أن تثبت التذكية. التذكية شنو يعني؟ يعني ذبح على الطريقة الإسلامية. زين، هسه الدور اجينا. طبعا اللحوم بصورة عامة، الأسماك البحرية والنهرية مهما كان مصدرها بها شرطين. الشرط الأول أن يكون لها فلس، هذا القشر اللي محطوط فوق السمكة. حتى في بعض الأحيان نوع من أنواع الأسماك القسم من القشور توقع، بس هو بالأساس من ذوات الفلس. هذه شرط. الشرط الثاني أن تكون الموتة مالتها، يعني تموت خارج المي، مو داخل المي، مو داخل الحوض، مو داخل النهر، مو داخل البحر. هسه بغض النظر عن كان الصياد مسلم مو مسلم، ماكو اشكال، هاي قاعدة ثابتة. طبعا الطيور بها ذوات القانصة، بدون قانصة، كلها بها شروط وتعليمات. أنا اليوم حديثي عن الغش. على العموم، التذكية أو الذباحة هي قطع الأوداج الأربعة من تحت الجوزة. احنا نسميها الجوزة اللي تكون برقبة الحيوان من تحته، هذا جائز. إذا من فوق الجوزة في إشكال، مو في إشكال، لا، في حرام. هذا حرام، ما جائز. زين، الدور اجينا إلى مسألة الشركات. الأخوة الكرام، اليوم يا مكثر المطاعم اللي جاي يطلع الإعلانات، وحقيقة بعض الأحيان إعلانات غير معقولة. يعني مثلا كيلو لحم موجود بالسوق، اللحم العراقي أو اللحم الحيوانات المستوردة، بس ذبح عراقي ما في إشكال به، مثلا كيلو ب 12 أو ب 13 أو ب 14. وإذا مثلا محل أو مطعم يقدم لك إياه يعني بأسعار رخيصة جدا، هاي مو معناها المطعم الغالي معناها ما يغش، لا لا، مو هنا الإشكال. بس أريد آن المصدر. يعني إذا ما تتأكد من هذا المطعم بأن ما يجيب اللحوم المستوردة الغير مذكاة، يعني الماء مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا إشكال وحرام وما يجوز أكله ولا تناوله أبدا. أكو قاعدة، وهي قاعدة سوق المسلمين. هسه البعض الأخوة يشكلون عليه، يقول هاي سوق المسلمين. يا أخواننا الأعزاء، اليوم الغش منتشر. الغش منتشر في المطاعم، في الأسواق، في المحلات، في المجازر. فما موجود سوق للمسلمين مضبوط. هسه واحد يقول شلون؟ هسه أقول لك شلون. يعني شخص واحد من القصابين، أنا هذا بعين شفته، يشتري الجلد مال رأس الثور، بس الجلد، مو هذا يصلخوه ويبيعون اللحم مالته، يشتري الجلد ويخلي بيه اللسان، ويخلي اللحم المجمد منا ويقول هذا لحم راس يابا عراقي كذا. هاي موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. فعليه يجب أن تتحرى عن أخلاق القصاب أو أبو الأسواق ودينه، وتتأكد من عنده يا الله تشتري. يعني على ذمته؟ لا، ماكو على ذمته، ماكو على ذمته. مكتوب على الكارتونة حلال، هذا مو كافي أبدا، مو كافي إلا أن تتأكد من المصدر. كذلك إخوتي أعزتي، من الملاحظات، كربلاء المقدسة مقدسة بالحسين والعباس. يعني مو معناها اللحم اللي يجي مقدس من شركات مكتوب عليه كربلاء. أقول له يابا هذا مذكى، يقول لي مكتوب كربلاء. يا أخي هذا مو شرط.
النجف الأشرف مشرفة بأمير المؤمنين سلام الله عليه، فمن تجي الشركة مكتوب عليها النجف الأشرف، هذا مو شرط، هذا مو دلالة على أن هذا اللحم حلال. ويا ما أكثر الشركات اللي ما تعرف مصدرها شنو ما شنو، أكو بيهم يجيبون اللحم هذا المستورد الغير مذكى اللي من دول غير المسلمة، ويجيبها يدخلها للعراق ويغير الكارتونة مالتها ويكتب عليها شركة النجف، شركة كربلاء، شركة الديوانية، شركة الرمادي، وهي أصلا ما لها علاقة بهاي المحافظات. وحتى لو وإن كانت يجب التحري عن مصدر هذا اللحم، وإلا ترى ما يجوز. أريد أرد على بعض الأخوة يقول لي أنا آكل على ذمة أبو المطعم. لا يا أخي، لا يا حبيبي، لا، ما يجوز على ذمة أبو المطعم. يعني بالمطعم يقول لك يابا لحم عراقي، لا لا، هاي مو كافي. يابا هذا الدجاج ذبح محلي، مو كافي. هسه اكو علامات، بعض الاخوه اصحاب المطاعم يقدم الدجاجه برجليها، او يعني علامات دلاله على ان هذا الذبح محلي. نعم، هاي هسه تطمئن الى حالتك، لان اغلب لا، معظم او جميع الشركات الاجنبيه من يذبحون الدجاج وينظفونه ما يخلون بين الرجلين. الرجلين وجودها بالدجاجه دلاله على انها محليه. وهي ترى ما تسوى اليوم دجاجه ب5000 العراقيه، ما تسوى تغش وتروح وتجيب وتبيع آخرتك على دينار، على فلسين. وش تسوي بيهن؟ وإلى متى؟ يصيرن لغيرك، يصيرن لأولادك، يصيرن زوجتك وباكر تموت وتتزوج غيرك وتظل ملعنة أنت، لأن غشيت الناس. يعني ايش قد أكلوا عندك بالمطعم؟ مليون مليونين على مدى 20 سنة، ذولا كلهم يوم القيامة يطالبونك. زين، الدور اجينا إلى ملاحظة. واحد يقول أنا على ذمته وأنا ما برد ذمة إذا غشني. لا يا حبيبي، هم ما يجوز. لا يا عمري، ما يجوز. ليش؟ أنا أسألك سؤال. أنت في مكان معين وطلبت مي، هذا المي الطاهر نظيف اللي الله سبحانه وتعالى أباحه وحلله إلك، ذاك شال لك فد قدح من مشروب مسكر وانطاك إياه، أنت ايش مدريك شربته؟ أنت هنا أولا ما طول وثقت بهذا الرجل، هو ما معروف عنه بالكذب أو بالمزاح أو غير شكل، احتمال بالمزاح قدم لك إياه، المهم معروف عنه بالورع، معروف عنه بالكذا، أنت ما عليك إثم. بس أسألك بالله، يترك أثر عندك لو لا؟ يعني راح تسكر لو ما تسكر؟ الجواب أكيد راح تسكر، لأن هذا مسكر. كذلك اللحوم الغير مذكاة إلها آثار جانبية، وإن كانت على ذمة أبو المطعم أو الجزار. واضحة؟ هسه شنو الآثار الجانبية؟ الآثار الجانبية قسم عرفتها الناس وقسم دركوها العلماء أقصد الأطباء. مثلا يقول لك هسه كمثال لحم الخنزير ليش ما يؤكل؟ ليش حرم الأطباء يقولون هناك دودة شريطية ما تموت بأعلى درجات الحرارة. زين، علماء الدين إنه يمنع الغيرة عند الرجل، الغيرة تنشال عند الرجل، ويوم القيامة لا يحشر في الجنة ذولا اللي ما عندهم غيرة أبدا نهائيا. فهاي وحدة من أسباب التحريم، وأكو بيها احنا ما نعرفها أسباب التحريم. الله سبحانه وتعالى هو اللي يعرف شنو أسباب التحريم. من يحرم شيء يعرف أسبابه. يعني الجرية تفرق عن السمكة؟ الجرية ملساء الجلد مالتها، والسمكة العادية لها قشر، لها صدفة، لها فلس، سميه. شنو السبب؟ احنا ما نظل ندور السبب، ندور حكمة الله سبحانه وتعالى. أراد لنا الله سبحانه وتعالى الخير والصلاح في حياتنا، وماكو شيء محرم إذا ما إلى أسباب. أبدا ماكو فد شيء الله سبحانه وتعالى منع عنه إلى ما به مساوئ نفسية واقتصادية ودينية وأخلاقية وجسدية وعلى الصحة، كلها إلت أسباب. وإلا ليش الله سبحانه وتعالى يعني هيك عبثية؟ لا، حاشا لله، الله هو حكيم فما يحرم شيء ويمنع شيء إذا مو وراء أسباب. أنا هسه هذا الحديث بصورة عامة، أريد الدور أخصص الكثير من الجزارين أصحاب المحلات ذول اللي يبيعون اللحوم بالجملة أو بالكارتونات، والله بهم الكثير من الشرفاء من أصحاب الدين، يقول لك هذا كفيل
ويقول لك هذا هندي ويقول لك هذا عراقي، تاخذ منه. هسه هي هم اكو اشكالات حول بيع اللحم الغير مذكى، الغير مذبوحه الطريقه الاسلاميه. هسه يسمونها بالشرع رفع اليد. انا عندي لحمه نكسه، يعني ما مذبوحه بطريقه صحيحه، ارفع اليد عنها، بس هي على العموم مهيئه للغش، يعني انت جاي تساعد على الغش. فاريد اقول الى متى والى اين تصل ايها الغشاش؟ سنه، سنتين، ثلاثه؟ انت هسه الخبزه اللي تاكلها، وكل احنا هسه الصبح تريقنا قرصه خبز وياها الله قاسمه. انت اللي تغش يوميا تجيب الملايين، راح تاكل لك يوميا ذبيحه؟ لا والله ابدا. وبالعكس بيها مردودات سلبيه نفسيه، تلقي بيه سكر وضغط، مع جل احترامي للبقيه المرضى اللي بهذه الامراض، الله يعافيهم ويشافيهم. ولكن اني كلامي على ذول الغشاشين. الاخوه الكرام، خليها بيعها بيضه، خليها معروفه، بيع مثل ما الله سبحانه وتعالى يريدك. باكر عقبه ينزلونك بالقبر وما حد ينفعك، لا ابنك هذا اللي ورثته البيت، ولا ابنك اللي ورثته السيارة، ولا مرتك اللي ورثته الذهب وال 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 والهدايا والأموال، كلها ما تفيدك وما تنفعك يوم القيامة. هسه واحد يقول لي شلون ما تنفعني؟ أنا أقول لك ما تنفعك، وأختم بها هذا المقالة اليوم، ونسأل من الله أن تدخل القلوب قبل الأذان. الرسول صلى الله عليه وآله يوم القيامة تحشر كل من بأمته، عيسى بأمته، وموسى بأمته، وإبراهيم بأمته، وأنت من أمة محمد، وتجي محمد صلى الله عليه وآله طردك، لست من أمتي سيدي، أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لي وإن قلت ولكن غشيت الناس. يعني شنو؟ يعني ما مر عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما مر عليك هذا الحديث؟ من غشنا ليس منا. تقول جوابي بلى مريت، بس يعني العفو وين اكو عفو؟ وتجيب يوم القيامة الملايين تطلبك بسبب هذا الغش الصناعي. نستجير بالله، نجعل من الله سبحانه وتعالى قلوبنا إن شاء الله متفهمة، وآذاننا تسمع للنصيحة، وجوارحنا تعمل بالموعظة، لكي ننجو يوم القيامة ونحظى بشفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.